تكررت حوادث تعطل مثبت السرعة في الآونة الأخيرة، وقد صاحبت بعض هذه الحوادث عمليات إنقاذ متميزة، والبعض الآخر واجه أصحابها أصعب لحظات حياتهم دون أي عملية إنقاذ تذكر. التقرير الخاص لهذه الليلة مع الزميل عمر الشعالي. قبل عدة أيام عاشت أم إماراتية مع بناتها الثلاث وشقيقتها أصعب دقائق في حياتهن عندما تعطل مثبت السرعة في سيارتها وهي تسير بسرعة 138 كيلومترا في الساعة على طريق الشيخ محمد بن زايد، لتمر المرأة بهذه السرعة في إمارة رأس الخيمة دون أي عملية إنقاذ. ولم ينفصل مثبت السرعة إلا بعد أن صدم السيارتين لتنتهي بذلك لحظات الرعب العصيبة. فلنتابع. لا إله إلا الله. لا. قبل بضعة أشهر كنا أول من رصد لكم عملية الإنقاذ المتميزة عبر أحد أفراد شرطة رأس الخيمة، إذ تم إنقاذ شاب مواطن من موت محقق، وذلك بعد أن تعطل مثبت السرعة في سيارته على سرعة بلغت 120 كيلومتر في الساعة ليتم إنقاذه في آخر كيلومترين قبالة الدوار الأخير. لم تسجل منذ تلك الفترة حادثة تذكر في هذا المجال، لكن قبل عدة أيام وعلى طريق الشيخ محمد بن زايد عاشت إحدى المواطنات وهي من سكان رأس الخيمة، عاشت وبناتها الثلاث وشقيقتها وخادمتها 25 دقيقة من الرعب والمصير المجهول. فبينما كانت قادمة من دبي قبيل المغرب قامت بتثبيت سرعة سيارتها تفاديا للرادارات على الطريق، واستمر الأمر لمسافة معينة، وبعد عدة دقائق أرادت إلغاء المثبت لكنها اكتشفت بأنه قد تعطل وهي تسير بسرعة 138 كيلومتر في الساعة. وهنا بدأت حالة من الهلع داخل السيارة. بدأت السيدة بإشعال جميع أنوار السيارة إلى جانب منبه الصوت وبشكل مستمر، تراوغ يمينا ويسارا لتفادي المركبات من حولها، خاصة وأنهم لا يعلمون أنها أصبحت لا تستطيع التحكم بسيارتها. أبلغت الشرطة قبيل خروجها من أم القوين باتجاه رأس الخيمة، وشيئا فشيئا بدأت الخطورة تزداد، فلم يبقى بين المركبة وآخر دوار على طريق الشيخ محمد بن زايد سوى بضعة كيلومترات. وعند وصولها للدوار الأخير سلكت المرأة المخرج الأيمن بسرعة 138 كيلومتر، وها هي الآن تدخل المدينة المزدحمة. الأطفال والأم في هذه الأثناء في حالة هستيرية ورعب شديد، والآن ها هم يصعدون الجسر الأول في محاولة مستمرة لتفادي من حولهم. استمروا وصعدوا جسر الاتحاد، وقبل أن تصل المرأة إلى دوار الساعة نطقت بالشهادتين. اصطدمت هنا بسيارتين فانفصل مثبت السرعة، وانتهى فصل الرعب بإصابات طفيفة والحمد لله. نذكر هنا أن هذه المركبة هي من طراز حديث وتجري لها صيانة دورية في وكالتها، كما أن محركها هو كما صمم في المصنع ولم تجرى عليه أي تعديلات. يتحل واحد اني انا ادخل بين السيارات واحاول اني اتفادى اللي تكون دعمه كبيره، بحيث اني انا ادخل بين السيارات يمكن الدعمه تكون اقل مني انا ادعمه من ورا، وهو ممكن يعني هو واقف مسكين انا على هالسرعه ممكن هو يروح فيها او انا اروح فيها. يعني ماما قالت لي ربطي الحزام انتي واختك حزام واختي بحزام واحد. الحكومه شددت على هالشيء وسووا كل الاجراءات، بس مع ذلك قاعد يحصل هالشيء مرة ثانية وثالثة ورابعة، يعني قاعد يتكرر. وختاما نطرح بعض التساؤلات. أولا، بما أن البلاغ قد وصل قبل أن تدخل السيدة حدود رأس الخيمة، فلماذا لم يتم إيقاظ سيارة هذه العائلة قبل أن تصل إلى الدوار الأخير في شارع الشيخ محمد بن زايد على غرار ما فعل النقيب طارق الشرهان في نفس المكان وقبل عدة أشهر مع مركبة المواطن عبد الله الملا؟ والسؤال الأهم هنا، بعد كل هذه الدراسات والاجتماعات محليا خليجيا وعالميا، هل هناك مرحلة أكثر تقدما ستتخذ فيها قرارات أكثر حسما للحد من مخاطر تعطل مثبت السرعة؟